لما قررت انقل من شقتي كانت في حاجه واحده بس اللي بدور عليها، مكان امن لمراتي ساره والبنت ليلى. بعد شهور من التدوير والفرهده لقيت مكان واحد بس كان شبه الحلم بالنسبه لي، ارض كبيره لسه بتتبني اسمها الروضه. الاسم لوحده كان مريح، والصور اللي كانت موجوده على النت كانت كتير وشكلها حلو جدا، بيوت شكلها جميل وجناين واسعه وبحيره صغيره في النص. قدمنا على الطلب ورحنا قابلنا صاحب المكان. ساره مراتي كانت طايره من الفرحه، وليلى بنتي كانت مبسوطه عشان في جنينه كبيره هتقدر تلعب فيها زي ما هي عايزه. يوم ما نقلنا كل حاجه كانت مثاليه، جيراننا رحبوا بينا بحراره، واحد منهم راجل كبير في السن اسمه وفيق جاب لنا كترحيب طبق جاتوه، ابتسامته كانت ودوده جدا، ولقيته بيقول لي اهلا بيك في الروضه بيتك الجديد. حسيت اني اخيرا خدت القرار الصح. بعد ما العمال مشيوا وساره مراتي بدات ترص الحاجه، لقيت في ظرف ابيض نزل من تحت الباب عندي. فتحت الظرف كان جواه ورقه مطبوعه شيك جدا وشكلها حلو، عنوانها بالنص تعليمات ارض الروضه. قلت اكيد دي قواعد المكان ومواعيد رمي الزباله والكلام ده كله. بدات اقرا، اول حاجه كانت مكتوبه اهلا بيك في ارض الروضه بيتك الجديد، لضمان استمرار الهدوء والجمال في ارضنا الجديده نرجو الالتزام بالارشادات الاتيه. القاعده الاولى، يمنع منعا باتا انك تعمل ضوضاء بعد الساعه 10 بالليل، عشان الجناينيه بيشتغلوا في الوقت ده. جناينيه ليه بيشتغلوا الساعه 10 بالليل؟ بس قلت ممكن عادي عشان خاطر ما يزعجوش الناس. القاعده الثانيه، ممنوع منعا باتا تفتح الستاير من 3 ل 4 الفجر، بس ليه بالذات في الوقت ده؟ القاعده الثالثه، لو سمعت مزيكه عربيه الايس كريم بالليل ما تفتحش الستاره تبص عليها. ايه الخطر في عربيه ايس كريم جايه بالليل؟ عادي يعني. القاعده الرابعه، ما تسيبش اكياس الزباله بره البيت، الجناينيه هياخدوها من جوه. ولقيت كلمه الجناينيه محطوطه ما بين قوسين، وهياخدوها منين من جوه؟ انا مش مدي مفتاح بيتي لحد. القاعده الخامسه والاخيره، تبادل الابتسامه مع جيرانك لكن ما تسالش حد فيهم هو شغال ايه. ليه ما اسالش حد فيهم هو شغال ايه؟ ومش كلنا واحد؟ بس عادي انا مالي. في نفس زحمه الافكار دي كلها ساره مراتي ندهت عليا، ادم تعالى نشوف هنرص الكوبايات دي فين. خبيت الورقه في جيبي، قلت اكيد دي مجرد قواعد غريبه والمكان شكله بيحب النظام زياده عن اللزوم يعني. عدى اول يومين بسلام، الدنيا كانت هاديه وما كانش فيه اي حاجه مثيره للجدل، وليلى بنتي كانت بتقضي معظم الوقت في الجنينه قاعده بتلعب، وانا وساره بنوضب الشقه. في اليوم الثالث حصلت اول حاجه غريبه، ليلى بنتي كانت بتلعب بالكوره بتاعتها زي العادي، دخلت علشان تشرب ميه، رجعت ما لقتش الكوره، دورت عليها في كل حته وما كانش ليها اي اثر. ليلى عيطت شويه وانا هديتها وقلت لها هجيب لك واحده غيرها، قلت يمكن حد من اطفال الجيران خدها عشان يلعب بيها. بس هو الغريب ان ما كانش فيه اطفال اصلا حوالينا، ليلى بنتي كانت دايما بتلعب لوحدها. عديت الموضوع عادي، وبعدها بكام يوم كنت سهران بخلص شويه شغل على اللابتوب، الوقت سرقني وببص في الساعه لقيتها الساعه 3 وربع الفجر. افتكرت القاعده الثانيه انك لازم تخلي الستاير كلها مقفوله. قلبي دق بسرعه واتخضيت وقمت عشان اتاكد ان كل الستاير اللي حواليا مقفوله. لما وصلت عند البلكونه لمحت حاجه من طرف الشباك، الفضول خلاني افتح حته من الستاره واشوف. كان في حركه في الشارع، شفت حوالي 5 من جيراني معاهم وفيق اللي هو الجار اللي اداني طبق الجاتوه في الاول بيمشوا في الشارع، بس مشيتهم كانت غريبه، بيمشوا ببطء كانهم عساكر في الجيش، خطوه ورا الثانيه، ملامح وشهم ثابته ما بتتحركش، ما فيهمش اي تعابير وش، كانهم تماثيل بتتحرك. كانوا ماشيين في اتجاه بوابه الدخول بتاعه المكان اللي احنا ساكنين فيه. بعدين فجاه كلهم وقفوا وبصوا ناحيه المكان اللي انا ببص منه، كانهم حسوا بيا. جسمي كله اتنفض لاني بصتهم ما كانتش بصه عاديه، بصتهم كانت مرعبه. قفلت الستاره بسرعه ورجعت لورا، وقفت مكاني مش قادر اتحرك. ايه اللي انا شفته ده؟ دول مش جيراني، دول اكيد حاجه تانية. فضلت صاحي لحد ما النهار طلع مش جاي لي نوم، ولما بصيت من الشباك لقيت استاذ وفيق واقف بيروي زرع الجنينه بتاعته عادي جدا وبيضحك لي وبيقول لي صباح الخير، كأن اللي حصل بالليل ده ما حصلش، كأنه بقى شخص تاني. وقررت فعلا اني مش هفتح اي ستاير، انا هخليني في حالي. يوم التاني تالت الامور رجعت لطبيعتها ظاهريا، بس انا من جوايا مش مظبوط. المكان ده فيه حاجه، كل ابتسامه كان حد من جيراني بيضحكها كنت بحس ان وراها سر، كل هدوء حواليا كنت بحس ان هو هدوء مصطنع. لحد ما في يوم كنا قاعدين بنتفرج على التلفزيون انا وساره وليلى بنتي، الساعه كانت حوالي 9 بالليل، وسمعنا صوت مزيكا خفيف جاي من بعيد. الصوت بدا يقرب ويقرب زي مزيكا صناديق الالعاب القديمه. ليلى نطت من مكانها وقالت الله ايس كريم. قلبي اتقبض، افتكرت قاعده الايس كريم اللي كانت موجوده، جريت على ليلى اللي كانت بتجري على الشباك، وساره مراتي بصت لي وهي مش فاهمه حاجه، قالت لي في ايه يا ادم مالك؟ وفي نفس الوقت اللي هي بتسالني فيه المزيكا بدات تقرب اكتر واكتر. شديت ليلى من الشباك قبل ما تبص، زعقت فيها وقلت لها ما تقربيش من الشباك تاني، وليلى بدات تعيط، وساره وقفت مصدومه وقالت لي انت بتزعق للبنت ليه؟ هي عملت لك ايه؟ ووسط ما احنا بنتكلم المزيكا جت تحت شباكنا بالظبط وصوتها عالي وواضح. مسكت ايد ساره وليلى ودخلت بيهم اوضه النوم وقفلت الباب علينا وقلت لهم محدش يطلع من الاوضه من هنا. ساره مراتي قالت لي وهي خايفه ادم فهمني هو في ايه؟ خرجت ورقه القواعد من جيبي واديت لها، قلت لها اقري القاعده الثالثه. عينها وسعت وهي بتقرا وبصت لي برعب غريب. في اللحظه دي الموسيقى وقفت، الهدوء اللي جه بعد ما المزيكا خلصت
خلصت مرعب اكتر بكتير من كونها كانت شغاله. سمعنا صوت باب عربيه بيتقفل وبعدها خطوات، 1 2 3. الخطوات كانت بتقرب من بيتنا وفجاه وقفت. في حد واقف على باب بيتي بره. حبست انفاسي ثواني فيها صمت قاتل، بعدين خبط الباب خبطه واحده قويه جدا. ليلى بنتي صرخت من الخضه، حطيت ايدي على بقها علشان اكتم صوتها، وساره كانت مخضوضه وبتترعش. بعدها جت الخبطه الثانيه اقوى من الاولى بكتير. اللي بيخبط ده مش ايد بني ادم ابدا. بعدها الخبط بقى سريع سريع سريع. الباب كان بيتهز كله كأن حد بيحاول يكسره. بصيت في العين السحريه بتاعه الباب علشان اشوف مين. شفت خيال رفيع واقف قدام الباب بس ملامحه مش واضحه، كأنه معمول من سواد. الحاجه الوحيده اللي كانت واضحه ضحكته، واسنانه كانت رفيعه كأنك بتبص على اسنان حوت. رجعت لورا، ده مستحيل يبقى بني ادم. مين اللي بيخبط عليا دلوقتي بالشكل ده؟ الخبط وقف فجأة وسمعنا صوت تاني، صوت خدش على الباب كأن حد بيمشي ضوافره الطويله على خشب. صوت كان بيعذب اعصابي. فضلنا على الوضع ده حوالي 10 دقايق. 10 دقايق كانت اطول من عمري كله. بعدين صوت الخدش ده وقف وسمعنا الخطوات بتبعد. شكله ماشي، وفعلا تقريبا مشي. فضلنا قاعدين في الاوضه لحد الصبح، محدش فينا نطق بكلمه. ومع اول ضوء للنهار اتشجعت وفتحت الباب. ما كانش فيه اي حاجه، بس فجاه لقيت في علبه صغيره موجوده قدام باب بيتي، شكلها شيك زي علب الهدايا. فتحتها بالراحه، لقيت جواها حاجه واحده بس، كوره صغيره، نفس الكوره الصغيره بتاعت ليلى بنتي اللي كانت بتلعب بيها وضاعت منها. بس الكوره كان عليها بقع دم شكل بني، وعلبه صغيره مكتوب فيها بخط جميل: دي هديه بسيطه علشان بوظتم جوله امبارح. رميت العلبه وجريت. بصيت لساره وقلت لها لازم نمشي من هنا حالا. بدانا نلم حاجتنا بشكل هستيري وبسرعه جدا، هدوم، ورق مهم، اي حاجه ليها علاقه بشغلي. سيبنا كل لعب ليلى، فتحنا الباب علشان نخرج. لقيت استاذ وفيق في وشي، ولقيته بيقول لي صباح الخير، على فين يا استاذ ادم؟ ماشي بدري يعني. رديت عليه بسرعه، قلت له معلش يا استاذ وفيق، عندنا ظروف. ولسه بعدي حط ايده على كتفي وايده كانت ناشفه وبارده. قال لي تمشوا ازاي؟ احنا ما حدش بيسيب الروضه يا استاذ ادم. فجاه ابتسامته دي اتقلبت وبقى بنفس الملامح الخشبيه اللي انا شفته بيها امبارح، نفس شكل التمثال الغريب. كانش بيضحك، كان شكله بس مبرق. ولقيته بيقول لي انتوا كسرتوا واحده من القواعد امبارح ولازم تتعاقب يا استاذ ادم. احنا مجتمعنا مبني على القواعد وانتم كسرتوها، وطالما اتكسرت يبقى لازم يبقى في عقاب. بصيت وراه لقيت كل البيبان بتتفتح والجيران خرجت بنفس ملامح وشه بالظبط، نفس الرعب ونفس الشكل الغريب. وقلت له طيب اعمل ايه؟ قال لي في فرصه واحده بس علشان تصحح اللي انت عملته. لازم حد فيكم انتوا الثلاثه ياخد مكان عامل الايس كريم اللي تحت. جولاته بقت ممله وما بقاش بيجيب اطفال كتير. قلت له يعني ايه؟ ولو رفضت؟ ابتسامته رجعت المره دي بس بقت اكبر. قال لي لو رفضت انت حر، بس بنتك ليلى بتحب الايس كريم بتاعنا وانت مش عايزها تغرق في الايس كريم صح؟ تغرق يا استاذ ادم. بصيت لساره مراتي اللي كانت ماسكه ليلى ومرعوبه عليها، وعرفت انا جيت فين. عرفت ان انا جيت بايدي ارض الجحيم نفسها، وان الخروج منها ليه تمن، واني هتحبس جوه لاخر عمري. قلت له انا موافق، خدني انا. لقيته بيهز راسه برضا وبيقول لي قرار حكيم يا استاذ ادم، انت فعلا اب مثالي. العربيه بتاعتك هتكون جاهزه بعد غروب الشمس، وما تنساش لازم تزور كل البيوت، خصوصا البيوت اللي فيها اطفال زي الاموره. احنا محتاجين نكبر يا استاذ ادم. انا فديت بنتي بروحي وبعت نفسي وبقيت اسير ارض الروضه.